بنسوي شي حركة حلوة. اسلم. ندخل على الطلاب كأننا دكاترة وتعود شابتر الثاني. ترى ذا يتكلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لكم مقطع جديد. مقطع اليوم خفافي فلوق يومي كطالب جامعي. الحين توي صاحي، طبعا نايم من 10 الليل وباقي فيني نوم. ليه يا أخي؟ بروح الجامعة، عندي دوام للساعة 3. عندي بريك طويل، عشان كذا قررت صور فلوق. بحاول أقابل وليد، بوريكم جامعتنا، بتمشى، بقول لكم سوالف جامعية. توكلنا على الله. لكن قبل ما نتوكل على الله، هو نتوكل على الله في الحالتين يعني، بس انه بنسوي لنا قهوة. طبعا من يوم شريت عدة القهوة شريتها على اساس اني اوفر، لكن استوعبت اني قاعد اسرف. يعني اسوي لي قهوة، اطلع اخذ لي قهوة، ارجع اسوي لي قهوة، اللي صرت اشرب قهوة زيادة. بس قهوتنا اليوم بتكون باردة. اليد ذي تسوي لك جريش. طبعا الثلج باليد يعني نسبة تلوث 35%. طبعا إذا خلصت يقولوا لي القهوة لازم ترتاح. حبيبي أنا أبي أرتاح وأمشي. يرحم أمك. المهم، على بال ما القهوة ترتاح خلوني أوريكم حاجة يا شباب. نسبة جاهزية البثوث 70%، 80%. فبحط لكم قناتي في الكيك تحت، ببث الأيام القادمة بإذن الله. ما أدري متى، بس في السناب بحدد. جبت لكم كل التطبيقات. عموما تطبيق الكيك تحت، وهذا سنابي، غالبا بعلمكم متى ببث. السلام. توكلنا على الله إلى الجامعة. يعني باب الأمل وكذا. والله يا خالد كان يتعب، يطلع يحط يعني أنا طلعت حطيت الكاميرا، رجعت فتحت الباب، ذكرتني ما صورت، رجعت صورت، رجعت فتحت الباب، وازعل إذا تأخرت على المحاضرة. عشان كذا كان يفوت الباص كثير. عشان باب الأمل. بتشوفون تكملة الغداء نهاية الفلوق، لكن جيتكم بداية الفلوق عشان أقول لكم إن في سحب على $60، $20 على كومنتات المقطع هذا. اشترك واكتب تم في الكومنتات وبنسحب عليها، و$20 على اللقطات اللي في التيك توك. الناس مبدعين مرة، فبسحب عليهم $20، و$20 في السناب حق الوليد. وعندي يعني المجموع $60، و20 عند الوليد في سنابه. طبعا اليوم محاضراتي من الساعة 8 إلى 10، ومن 10 إلين 1 بريك 3 ساعات، ومن 1 إلى 3 محاضرة. تعليقة كذا في النص، عرفت؟ لكن أكون صريح معكم، والله بداية الترم كنت زعلان مرة من البريكات الطويلة ذي مرة. لكن يا أخي استوعبت إنها والله تمشي يا أخي. صح إنك تحس إنك لك 3 أيام في الجامعة، بس عادي، عرفت؟ تمشي. صرت أفر أروح وأجي، ما أخلي مكان إلا رايح له. البهو والله العظيم، حتى ناس يسلمون علي 2 3 يقول حبيبي ليش انت دائما في البهو؟ يحسبوني جاي عشان تكي اوكي. والله بركات يا شباب، والله بركات. سبحان الله، تطلع الجامعة والله العظيم تطلع الساعة 7 تمام، تقعد ساعة في الطريق، تطلع 6:45 كذا، ربع ساعة بس والله توصل في 20 دقيقة 25 دقيقة، عشان تعرف الرياض كيف انك لازم تعرف لها. زي الحين شوفوا الساعة كم، فغالبا بوصل بعد 40 دقيقة 50 دقيقة. حتى لو صوت فقل بكذب عليكم، فيعني خلاص. والحين بنجرب القهوة. طبعا أول مرة يعني إن شاء الله أتهنى في القهوة ذي. الفلوق الأول تذكرون سويت قهوة خليتها في البيت طلعت. مرة ثانية بدون فلوق سويت قهوة انكبت علي، والله داومت يوم كامل وقهوة مكبوبة علي. دقيقة بسم الله. الله القهوة يعني دائما إيحاءات القهوة تكون يعني بندق كذا. أنا إيحاءاتي أصابع، إيحاءات الأصابع. لا حلو يعني نقدر نمشي فيها. لا حلو والله، صدق حلو. والله العظيم الحيرة يوميا إني وش أسمع وأنا رايح الجامعة. يعني أنت تداوم يوميا، يعني أعطي السيارة يوميا تقريبا ما لا يقل عن 2 في اليوم. 2، متخيل 2 عمر ذا؟ والله العمر. ما في بودكاست الا شفته، ما في مقابله الا خلصته، ما في. يا ساتر.
دنيا زمن. المهم بنوقف ناخذ لنا حلا كذا عشان الكاربس. بداية اليوم هي اللي تصحصح بك، هي اللي تخلي نشاطك العقلي يمشي. الجلوكوز الغذاء الأول للمخ. توكلنا على الله، يعني قاعد يصير متخصص كذا. وقفت بقالة. السلام عليكم. بينا موية وحلا. ياشين حلا بسكوت حلا، تحس اني باخذ ام علي. كم كذا؟ السنة يعني نجاح EWC 2024 خلاص الفرق صاروا يبون كأس العالم يستثمروا فيه، يستثمروا أكثر، يعني مو بس ليكويد فيتاليتي. لا ابشركم الطريق ماشي والامور زينه، وصورت هنا عشان اوريكم المنظر ذا. يا سلام يا سلام، الرياض مستقبل المدن. والله طلعت والله اني ماني مجهزها. طيب ذي الرياض مستقبل المدن، الرياض مستقبل المدن. أبشركم وصلت الجامعة في الوقت المطلوب، ما تأخرنا. خلصنا أول محاضرة، طبعا كانت عن الحبوب والطحن والعجن، بس يعني بطريقة عميقة شوي. عموما زي ما تشوفون الساعة الحين تقريبا عندنا 3 ساعات بريك. أرجع البيت أنا ولا إيش أسوي؟ لكن قبل لا أروح البهو بوريكم شغلة. شوفوا غرفة اختبار التذوق. طبعا نصكم داخل المقطع عشان يعرفون التخصص. أنا تخصصي علوم أغذية جامعة الملك سعود. هذه الغرفة الترم الماضي في فريق في كل شركة عالمية يعني اسمه فريق التقييم الحسي. هذا يا طويل العمر إذا طورت في منتج معين أو أضفت لها أشياء أو غيرت فيه منتجات معينة، تجيب الفريق هذا يسوون تقييم حسي، يعلمونك وش اختلف فيه، إيش أفضل نسخة سويتها. في الترم الماضي سوينا الشيء هذا، جابوا لنا 6 قطع توست تجرب وش الأفضل فيها وتقيم فيها الريحة والطعم والتكستشر اللي هو القوام والمنظر، وفي شيء اوفرول يعني التقييم الكلي النهائي. ممتعة مرة، وهذول أعلى رواتب في العالم. هذا المعلومة اللي وصلتني. فوش زينة تاكل وأعلى راتب في العالم. خلنا نوريكم كليتنا. هذه كلية علوم الأغذية والزراعة. طبعا بوريكم المكان اللي صرفت فيه ساعات نوم. هذا هو المكان يا عيال. الكنبة ذي صورتها في السناب وقاعد يطقطقون، ما يدرون ان فيها كمية راحة غير طبيعية ورب الكعبة. لكن ما علينا من الكنب، خنروح الى بهو جامعة الملك سعود نتقهوى. طيب والقهوة اللي شربتها عادي قهوة ثاني. رسالة الجامعة اللي طلع فيها الوليد وشغلناه. يا اخي بهو قديم مرة. شو اسمه الجرايد، اتوقع 2003 اللي ولده في 2003 ولحقوا عليها شوي. يوم ابوك تاك في الصالة كذا يقرا جديدة. والله الاخبار زمان كانت صعبة. هذه جامعتنا بكل بساطة. يا الله يا جامعة الملك سعود، والله العظيم جامعة عظيمة وخرجت ناس أعظم. طبعا يوم أقول بنروح البهو ترى مو بنروح البهو، برو بعيد مرة البهو، بعيد مرة البهو، بعيد. فنوصل البهو ونصور لكم. طبعا كل ما تقروشت من الجامعة وحسيت إني مطول يا أخي يجي في بالي إنه يا أخي أحس المرحلة ذي في الحياة بتكون في ذكريات عظيمة بعد فترة، ما أدري ليه والله العظيم، خاصة من كلام اللي أسمعهم يعني يقولون الجامعة أفضل فترة. فكل ما كذا تقروش من الجامعة أقول يا أخي عيش يا رجال والله بتتذكرها ذي. طبعا أخذت فطور، والمكان المعتاد مكتبة الملك سلمان المركزية. أقسم بالله شكرا على الجامعة على المبنى هذا. مكان صاد ولا حولك أحد، هدوء لدرجة مرعبة، حتى اني شايل هم اني ما جبت سماعتي، لان حرفيا المبنى كامل ما في الا انت، تحس كذا غريب. والله انك تحس بالبراد من هنا. يا رب تقفل الباب عشان اوريكم التطور اللي في جامعتنا. ايوه كويس. شفت عشان تعرف التطور اللي حاصل. طبعا المسعى تحسه قديم مرة. الطابق السادس. يا سلام المكان فاضي ابشركم، يعني تاخذ راحتك فيه. في شنطة يا ليه
يا ليل نروح الحق خوينا ذاك اللي تابع الفلوق اللي قبل بيفهم وش قصدي. طبعا جيت المكتبة بفطر بتكي شوي بريك 3 ساعات، يعني يمديك تسوي كل شيء في الحياة، يعني حرفيا ناوي افطر بعدين بروح اتقهوى في البهو بفر اوريكم الجامعة بعدين وبيبقى عندنا وقت. خلنا نوريكم الفطور نفطر ونجيكم. تركت المكان ومشيت، جو ناس. أنا اللي صورت المكان، مكاني الخاص ذا كان. عموما تقييم الفطور 2 من 10 عشان نعمة، والله 2 عشان نعمة يا عيال. سيء بكل المقاييس، أقسم بالله سيء، الله يعز النعمة. أعوذ بالله، حتى إني بشيل اسمه، حتى أنا قلت اسمه في الفلوق ما بحط اسمه. المهم بنروح نتقهوى الحين، وكلمت الوليد بيخلص محاضرته غالبا بيجي، بس يقول الدكتور مغيبني دعواتك حضرني ما ادري وش. يا ذا بينزل طلعت انا تاكي. وانا اقول فيه بسم الله بدا ينزل وتوني اقابل الوليد. يا اخي معك مايك واضح ان تقابلنا كذا عرفت. خلاص يلا تعال. يوم قابلنا الوليد جينا عند نادي الدرونز والروبوت، طبعا كلهم مهندسين حاسب ما شاء الله تبارك الله. لا مو كلهم. مو كلهم. ولا يا حسام مو كلهم صح؟ إدارة. عادي كذا يعني. للاسف. ما شاء الله ما شاء الله. والله الكيا هذول مرة. ليه هندسة حاسب يتعاملون مع السوفت وير وايش؟ والهاردوير. انجوير اعطاك انجوير. لا وش الهاردوير؟ الهاردوير شيء ملموس. السوفت وير داخل. السوفت وير يا اخي ترى عندي بي سي تحسبني ما اعرف. بي سي وانت ما تقدر تشغله. اسمح لي اصورك ولا؟ عطنا فكرة عن النادي، عط المايك. ترى فلوق هذا نادي درونز الروبوتات جامعة الملك سعود. يضم اي تخصص عادي، معنا طلاب اقتصاد حتى علوم اغذيه صح عادي. اي شيء علوم اغذيه عادي، معنا احياء علوم اغذيه يعني. طبعا لو تشوف هنا عندنا سيارات، عندنا درونز، عندنا اجهزه، عندنا انظمه تحكم، فكل هذه نستخدمها عشان يعني نطور من مستويات الطلاب ونطلع نتائج كنادي جامعي يعني. ما شاء الله الله يقويكم. طبعا يعني السؤال الثاني، هل صنعتوا شيء معين، طائرة درون معين؟ هذه كلها يعني من عندنا. تدخل حياتك ترى ملقوف خوي شوي اعذرني. هذه سيارة، عندك سيارة هذه مشاركين فيها مسابقات. ما شاء الله. هذا اللي يصنع صح؟ هذا 3D طبعا 30 ابعاد هذه. هذا بنشتريها انا وياك صالح ان شاء الله. اي نسوي عليه محتوى. نسوي محتوى. عندك سيارة هذه، السيارة هذه طبعا كلها تحكم لا سلكي. اكيد يعني تحكم بالسلكي. يا اخي معليش والله انا اعذرني خوي شوي يعني شيء تعبان. انا احاول اجاريهم اذكياء مره ذولا ما شاء الله تبارك الله. مسابقة فيكس شاركنا فيها، هذه الروبوتات اللي فوق الصف الاول. مسابقة فيكس مسابقة عالمية للروبوتات. ما شاء الله تبارك الله. اشوفوا احنا الصراحه جايين نسوي محتوى بس جذبتونا الامانه والله. ابد الله يحييكم. الله يقويكم. اتحدى وش ذي اتحداني؟ الصراحه ما ابغى اعرف كيف الوضع من ناحيه. والله دوافير بزياده مستحيل ننضم. شكرا لكم يا شباب. الله يسعدكم يا عيال موفقين. استمتعنا معكم. الله يسعدك يا رب. والله تحس انك حثاله. هنا تحس ان عندك خليه واحده بس. يلا يا ابو مناحي. الله يبقيك وعلومك. والله ابشرك. عساك بخير. الدكتور غيبني متاخر 6 دقائق. 10 و6 دقائق. تدرون وش الغبنه؟ انه حاضر ومغيب الدكتور، والله ذي تقهر. لكن انت ليش خلصت غياباتك بدايه الترم؟ باقي لي يعني كم وصل نسبتك؟ تقريبا 15%. طبعا 25% حرمان. ف15 يعني حلو. يعني تامر الله يسعدك. ايوه اقول لك يعني حتى طبيعي. ترى شوف الحين ترى الزموهم انه يرفع الغياب في اول 10 دقائق، فلا تحط اللوم عليه مسكين. انا ما احط اللوم عليه، لكن يا اخي الانظمه بعض الاحيان تكون يعني متشدده بزياده. صح يعني انت لا طبعا ابو مناحي عنده بريك الى الساعه 1 تقريبا. صح جميل جدا. يعني عندنا نتمشى نروح ونجي. خلني بوريك كليه تعز على القلب. ابو مناحي انا ليه جبتك كليه التربيه؟ ليه؟ هذه الكليه طول العمر ابوي درس فيها عام 1406. حلو. وانسحب ودخل كليه الضباط وكان ساكن لحاله في السكن جاي من الجنوب. خلاص 6 مرات قلت لي. هذه اللي الجامعه اللي درس فيها ابوي، الكليه اللي درس فيها ابوي عام 1406 وانسحب وراح الجوائز. الله انا اتوقع ابوك مشارك في واحده منها. هذا اذا ما كان جايبها كلها. 1406. ابو مناحي شفت المبنى ذا؟ هذا اول مد في الجامعه. كان عرب. هي عرب؟
شو اسمها ذي؟ ايه عرب 100 عرب 100. إيه. جيت هنا اول مد في الجامعه ما ادري شو النظام، وضياع وندور القاعه يا ساتر. وكويس ان عرب هذا ترى كان معهد اللغات صدق والله؟ او اللغويات. طيب والله اللغويات. غيروه. طيب عرب اللغويات كذا. عرب مفروض الاداب تبع قسم الاداب. أوكي. بس زحلقوكم هنا. بس الكراسي ذي يا ابو مناحي اقسم بالله اني تكيت عليها بالساعات. واضح شوف كيف مخفوسه. والله بالساعات يا ابو مناحي. يا عيال اذا شفتوا واحد في الجامعه بهذا اللوك انتبهوا تسالون عن شيء، لانه بيجي وسخ قذر ما بيعلمك بالواجبات ليه؟ ولا بيغششك في الاختبارات. متى أسوأ فترة دراسية مرت عليك؟ أنا يعني عن نفسي وأنت تعرف الصيفي كان سيء مرة. يوم حذفت ترم. الصدق حتى يوم حذفت ترم ما كنت يعني بذاك السوء، يعني ما احس بالذنب ليه؟ الا في حاله واحده، الا ابوي يقول اختباراتك ما بدت وانا حاذف الترم، الا بقول الا اروح افطر كذا يعني على اساس اني رايح الجامعه. بالبيت سوي لك الذاكر وكذا. يدخل علي كل شيء على الجوال يقول ذا وش فيه مسكب لام الاختبارات. يعطيك سهله المواد سهله يا رجال. نشوف فلوج ولا يدري انك حذفت وكذا؟ يبي يشوف عادي خلاص شو نسوي. ماضي ها؟ المبنى هذا تخيل يختبرون فيه تحصيلي وقدرات وكيمياء، يا ساتر. يعني ضيقة في ضيقة. ضيقه في ضيقه. وكلهم يقول انا الأسوأ. تدري وش اللي يرحمه؟ اسلم. اللي يختبر ليش ترد بسرعه؟ اللي يختبر تحصيلي هنا ولا قدرات وبعدها بسنه يروح يختبر كيمياء. لا بالعكس وصل لهدفه وكذا المفروض. وصل لهدفه كيمياء، يا ناس انسحبوا من الكيمياء. اعوذ بالله. اي والله صدق. والله ان هذه فكاكة الرقاب اسميها انا. ارجع الاوفر ثينكينج والطقه ذي. بنسوي شي حركه حلوه. اسلم. ندخل على الطلاب نسوي كأننا معهم دكاتره، المحاضرة. كأننا دكاتره. والله. ايه فهمت؟ اللي افتحوا الشابتر الثاني واضح كذاب الشنطة ذي. على الشنطه ذي والله. اي والله. مستجد مو بدكتور انت. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. عرفت؟ البدي شد بلد مسيوم 45. صوري. عرفت المقاطع اللي تجي تعريف عن الجامعة؟ لا كذا طيب ما في شيء تقراه فوق. لا درست هنا. ايش كتبت بسرعه؟ طيب درست هنا. خلينا نشوف في احد ولا هنا اختبرت النت. ما في احد والله اني داري. السلام عليكم. صور الله والله ضبطوها شوي. شوف كيف. شوف ابو مناحي والله صدق لو كنت دكتور هل بتمشي الناس ما بتحضر ورب كذا؟ الكعبه لا شوف ما اذا ما في تحضير ما حد بيداوم، بس ايش بكون متهاون في التحضير. يلا يا شباب افتحوا الشابتر الثاني. ترى ذا يتكلم. ما في دكتور. طبعا اول سنه يا ابو مناحي كنت اجلس هنا وانا وزني اقل من الحين ب 20 كيلو يمكن، وكانت كذا جنوبي. خلينا نشوف الحين. شوف كيف ما بقدر ادخل اصلا. سلم والله ضيق سكر ذي ما تسكر. لو بختبر هنا اختبارين تكون، اختبار هنا واختبار. تبي تقوم صح؟ ايه بندق على الدفاع المدني لانك ناشط. بسألك سؤال بس تجاوب بكل صدق والله. ايه ايش اسمه؟ يعني انت كطالب في جامعة الملك سعود ايش يعني مثلا ايش يعني طموحك؟ فطانه وانا اركز كيف السالفه. ايش طموحك كخريج من جامعة الملك سعود؟ طموحي خدمه مليكي وطني وبلادي، وطني بلادي هو نفسه. والله الصدق شوف الشركات اطمح فيها يعني التقنيه اكيد البيج فور. ايه سدايا السدايا مو في بيج فور يا اخي، انت ما تدري معنى البيج فور. لا انت تقول زياده سدايا يعني. اوكي. تعرف وش البيج فور اصلا شركات؟ إيه؟ اعطي ثنتين بس منهم. IBM قايل لك يا امس ذي. KPMG. يا سلام. اي عارف. باقي واحده. بس يا حمار KPMG في المحاسبه. شركات استشاريه. كونسلت يعني. لا تقولها بالانجليزي يعني انك فاهم. عيال قبل شيء هو مكلمني اول ما طلعت المحاضره، اللي قال لي كذا قال لي انا في البهو تعال. قلت يلا انا جاي تراني موقف في الاداره وبجيك، بس اني موقف في الاداره عشان المحاضره. انا ناظر مقفل كذا قاعد اسولف مع نفسي. خلني اعطيك وجهه نظري في الشيء ذا. يا اخي انا احب المختصر المفيد، لا تكثر ولا انا موقف في الاداره خلاص انت جاي ما يهم ذهين يعني كذا. لا انا يعني زي ابو سماح امس دقيت عليه شطفني كذا طالع من الجامعه على طريق فرة النخيل تعرف انت ما ادري.
اعطني ضحك ما ادري وشو. الا شطفني دقيت عليه قلت ابو سماح يلا حي انا اسويك مره من جنبي. قال لي ما ادري قلت تجي مع الدائري. قال لي خلاص انا بس بقول اني جيت مريت من جنبي. انت ليش تدق قام من البدايه؟ يسولف قام يسولف وش سوى؟ طبيعي بيسولف، دق علي عشان تعلم اني شطفتك. وش تبي؟ صح حسيت اني ما له داعي. بس ايه قام يسولف بعدها قفلت. خلاص يا اخي انا خلصت حاجتي منك، علمتك خلاص قفل الموضوع. قبل شوي مزوم على وجهك. سالفه انه تصوير 2011 اللي بالكاميرا يكبرون ابو فلان يرتبط كذا. وانت هل تنصح بتخصص علوم الاغذيه؟ الصراحه لا. ليه؟ توقعت في اجابه اطول عرفت؟ إيه؟ يا اخي انا دخلت تخصص عن غير رغبه يعني، بس عجبني وكملت فيه، ما اشوف انك تخش لا عرفت؟ طيب انت ما سويت خطوه يسوونها 95% من طلاب التحضيري، انه اذا ما انقبل في تخصص يبيه اول كم رغبه يحول يروح للامام، ينسحب يقدم على الامام او اي جامعه ثانيه او اي جامعه ثانيه. حكم انك ما شاء الله يا صالح يعني موزونتك مره حلوه. صح. وجاني الخيار ذا وتخيرت فيه، لكن انا سنه كامله وانا كافح والله ما انسحب. لو اتخرج تخصص مويه برين والله ما يعني معليش، مع انه شوف ترى كثير يعني انصحهم بالتحويل وكذا عادي، لكن انا ما انا اشوف سنه واجد مره كثير. صح انه بعد يعني انا شفت مقطع الحزيمي يقول السنه اللي تاخرت فيها او رحت تخصص ثاني وكذا، وهذا كلامي عكس كلامي. يقول انت لو جاه واحد سأله قال يا اخي انا تاخرت سنه ما ادري سنتين وما ادري ايش كذا، جاء الحزيمي قال له شوف انا تقريبا تخرجت قبل 16 او 17 سنه، 17 او 16 17 او 16 مو متذكر ايش مو متذكرها. جاء الثاني قال ايه 16 و 17 ما تفرق. جاء الحزيمي قال هي الان عندك تفرق بس بعدين ما بتفرق. صح. فايش سووا الخطوه اللي تشوفها مناسبه، لكن انا اشوف سنه واجد، واشوف اني ببدع في سواء تخصصي وغير تخصصي. انا ما ابي الجامعه والله كنت صادق معك. ما حد يبي الجامعه، لكن نو بين نو جين. نو بين نو جين. صفر. نو بين يو جين يا غالي. لا نو بين نو اجين. ها نو جين مو باجين. يعني لا الم لا اعاده. ها يا ليه. كيف اخترت التخصص حقي؟ اسلم. والله الصدق ما جدول، ابوي اختار لي. كلم عجب. واحد قال تقنيه الامور تقنيه كذا، جاب ابوي قال تقنيه. ها ايش هي تقنيه؟ خلني اقرا عن نفسي. لا مو غرابه والله بتجي لقطه غريبه، مو بتضحك غريبه فهمتني؟ صالح انا اميزك مو من بوهتك، من وجهك، من مشيتك كذا. تدري ابو منح على طول المشي والله كثير يحسبوني اتصنع المشيه، والله كذا مشيتك غريبه. وبرضه اتوقع تركض بدون ما تحرك يدك. يا رباط شنطه لا العب فيك. الشنطه يلا ابو منح عنده محاضره لمده ساعه ونص، انا عندي محاضره ساعتين، نخلصها ونجيكم. تاخذ المحتوى؟ لا لا خذه يلا يلا حيهم والله اخذه. اي والله خذه. ما انت مصور انت؟ مرحبا والله ومسهلا بكم، يا مرحبا ومسهلا بكم. انا الان وين رايح البهو لاني موقف سيارتي هناك، بعدها بروح كليه الحاسب. شفتوا السيب ذا امتره كامل لو ابي اروح الكليه، بس الاشكاليه في ايش؟ الاشكاليه اني لو اروح لازم ارجع للبهو، فمستحيل اني اروح وارجع. ايش ابي انا؟ طبعا مقسمين الكليات ترى عندنا في الجامعه، زي الصفه اللي هنا اغلبها مو باغلبها كلها كليات آداب ما آداب، ومن عند البهو من هنا كليات الصحية، وهذه كلية الطب، فتلقى دائم أغلب اللي موجودين في البهو حقين الصحي. طبعا العلمية لنا الله، وطبعا العلمية لهم الله، وطبعا الكليات العلمية لنا الله. الآن موقف عند الهندسة لأن ما عندنا مواقف. تخيلوا أن الهندسة أطول كلية في الجامعة بمترها كاملة، والمحاضرة بدأت الآن، وتخيلوا الكليتين الوحيدة اللي ما فيها. يا حبيبي يا شينك يا وليد. يا عيال والله العظيم متعب الموضوع بشكل. هذه الكلية الآن وصلنا، متعب الموضوع بشكل كذا. في نص المشي قلت خلني اتوضا يا ولد على ذا التعب. صالح اللقطة اللي قبل شوي يا ولد ما ادري ايش ابي، احذفها
بس صور يعني عادي الكلية من داخل. شوفوا شوفوا أنا كنت هناك وباقي، تخيلوا بعد أقدر أكمل كلية الإدارة والعمارة والزراعة، فمستحيل أمشي كل دي المسافة. شفتوا المبنى هذا حق مطعم الطلاب، خلفه العمادة وخلفه البهو، فتخيلوا المسافة اللي مشيتها وباقي أقدر أكمل إلين آخر شيء. هذه كلية العمارة، كلية الزراعة، وكلية الإدارة آخر شيء هي والرياضة، وهذه كلية الشيوخ. كيف حالك؟ عيال، هذا في قناة صالح مقطع. هلا وسهلا. شلون صرت تسجل مقاطع؟ ايه اعطاني الكاميرا. افضل ثنائي في اليوتيوب يا حبيبي. استمر يا حبيبي يا ابو بالتوفيق. تصلي سعود علي بن غانم. ونعم. هذا اللي بيجيبنا اعلانات ان شاء الله اي والله مستقبلا. ذا العين. اي والله. مالك شركه. اي نعم. الله يقوي. بس عدل 10000 في اليوتيوب 10000 عدل يوه يا حليله 12. يا ساتر. يعني دبس قبل لا نروح المطعم الجبار ذا قمت يلا. دزه كذا. يلا بس شوف، ترى اذا هزمتك تنزلها. ها تبي نلعب بلياردو شوي؟ يلا ترى يا اخوان الجامعه اللي ما دخلوا ترى كذا ترفيه، بس باقيها كوب قهوه وبتلعب بلياردو وتنس. صح، والايباد شوفه جاهز على طول. والايباد جاهز على طول. ايه لا تحسبون فيه مدات وقروش. هذا يا اخي شفت اخوي الصغير تركي الله يهديه، قال لا تحط ستيكر قحطي، احنا ما لنا في الله يجعل يومي قبل يومه. والله انه يستاهل. جعلني والله فتاه. هذا اللي بعد الله سبحانه بيغير ايش؟ حياتنا بعد الله سبحانه. عز الله. بصور سكتش يا والله. عيال شوف جابني بصور ناديهم. سكتش. اوه هذا حقة بدر الجودي. اي وين؟ لا حقت بدر الجودي وين؟ هذه هو الاول تخيل يا عيال مسابقة تمارة. مسابقة تمارة. شاف 70,000 تمارة. مسابقة تمارة الأول من جامعتنا، الثالث خوينا من جامعتنا برضه. الثالث خوينا صدق. وجودي حي والله ذا العين. وجودي شوف ما عنده جوي. ظافر، هو نفسه ما عنده ظافر. شوف كله من جامعتنا يا اللهم ولد. لك الحمد. يا ولد عندنا شوف من كثر ما ان طلاب الحاسب مهلوكين هلك، في 16 تسجل هدف تشوف احتفاليه كذا نصر يزن الزعل. زي البركان. طيب من ناحية انت من اعضاء النادي صح؟ اي نعم. طب انت ما احترمت ذا ان الاعضاء بس ليه مدخلني؟ يا سلام. غريبه اليوم ما في احد عادي اصور عادي. إيه. هنا مكان المذاكره. حلو. طبعا رئيس النادي محمد دويش، هذا من خيرة طلاب الكليه، عز الله. يعني تعرفه ما تعرفه. خلصنا محاضرات طبعا، تونا طالعين من الجامعة. طبعا انا قاعد اخذ الان ماده اسمها تطوير الويب، يعني تطوير المواقع. وما شاء الله سوى تطبيق واجهه موقع. يا اخي الحين انا اسولف مع العيال اللي في الحاسب وكذا، يعني عندي اخويا غيرك. يا اخي صعوبة انك تسوي تطبيق شيء جنوني فعلا. بص يقول في تحضير. الصعب فعلا صعب اذا انت شخص لحالك كذا، بالذات احنا يعني ما نعرف، لكن في شيء اسمه مكتبات جاهزه اللي هي الاكواد جاهزه، فهو اللي متعود على البرمجه بتصير سهل. اعطيك مثال، المونتاج لما تمنتج اول مره ولا لما تمنتج 10 او 11 مقطع، وش الاسهل بينها؟ اول مره. ايه اوكي حلو جوك. يا اخي ادخل. لا انزل 10 مره صح. ايه فهذا يعني عرفت فيه مرونه. ونعم والله. ايه لا تفكك علي. لا معلش. سعود براك. تكفى لا تكفى. لا ايش دعوه. الوليد المختلة. موجود يا دكتور. موجود يا دكتور. حياك الله حبيبي. حياك وسهلا بالخير. يا الزهران. موجود. يقول المخثله. عبد الرحمن العودة. يا اخي تونسي يعني ما يعرف المخثله ولا يعرف تثريب. طيب ما يعرف انهم من الجحاد انه سعد. يا عيال يقهرني اذا جاي يسولف يقول خوي فلان القحطاني عبيدي يعني كذا، يعني يعرف ترى القحطاني ايش تبي؟ قول لي القحطاني خلاص. يا اخي انا مهتم في الانساب بس ما لي فيها عرفت. وانت من ابو سعد صح؟ يسار. اي انا من ال بن سعد. الله بن سعد. وصلت خير والله 70 نعم. ما عليكم زين. حميدي ها؟ من الحميدي منطقه هذه. يا سلام ايش رايك؟ ايش رايك انا اعرف؟ والله خبره. من ال شو اسمه انا بني رزق. ايش؟ بني رزق. منال بني رزق. لا بني رزق بدون هذا. بني رزق صح عليه. يا سلام والله تفهم والله. اي ابو عبد الله يقول لك. طيب وش الفخوذ الثانيه؟ وين؟ بالقرن. شو اسمه؟ قولها. مشيبي. ها؟ مشيبي.
مشيبي، سليماني، رزقي، يعني ما شاء الله عد واغلط، بالقرن تاريخهم ما يحتاج. كت طلبنا المقلوبة. اسلم. قلبني ابوي. السلام عليكم. طلب اونلاين. ريحه والله ريحه طرب. اعلان ولا لا؟ يستاهل والله. يستاهل يا اخي، احنا عايشين دور يستاهل. يعني مبروك المبيعات اللي بتجيب. يا ولد مركبينها بالغلط. الترك الاول لا يا غبي، مقلوب. لا يا ابن الحلال مقلوبه يا اخي، مالك فيها بالتسويق والاشياء ذي ما تعرف، حتى شوف وجه العامل مقلوب. يا اخي خالد راح اجيب الكاميرا. لا والله العظيم ما في زي شعور الغداء بعد الجامعه. طبعا الفلوق الماضي حطيت حسابات اللي فازوا، بس المونتاج كذا ما حطها، فهذه حسابات اللي فازوا في الفلوق الماضي، وهذا حسابات اللي فازوا في الفلوق هذا. الف مبروك، يتواصلوا معي وتجيهم جائزتهم. كملوا الفلوق. يلا طيحه. شو الحركه هذه؟ كثير يا ابو عبد الله. الحركه هذه يا طويل العمر. بسم الله. يا سلام يا سلام يا اخي، شكرا والله. شوف الزيت اقسم بالله. شفت الحركه اللي سويتها قبل شوي؟ سويتها في الالتيمه حقت اخوي بدر، ونكب الرز بين المقاعد وعلى المقاعد وكذا، وكان عندي محاضره بعد شوي. يا ساتر يا ساتر للقرب. تعرف هذا وشو؟ ايه وش؟ دقوس يا اخي ما بفوز عليه في الاكل. ايش؟ احسن ما يعرف. ولكن لا تقرب يا اخي ليش يحطون هيل؟ بما انك خبره في الاكل. طعم في الاكل. يطعم الاكل. انت تحب الباذنجان ولا ما تحبه؟ احبه بس عندي فل. خلاص عطني اياه. لا ابيه. ليه؟ زحمه. تكفى. والله العظيم اني قاعد اصور واكل كذا وانا شايل هم من ساعه كامله برجع البيت. والله حتى انا عادي. لكن السؤال انت اذا دقيت عليك ليه ما ترد؟ ما ابي. هذا السؤال. لا ما ابي انا. والله تدري اني احترم الشيء ذا. والله ما ابي. والله اني احترم الشيء ذا. تدري انه زي العسل على قلبي. اي يا اخي انا احيانا ماني برايق لك والله. عادي جدا. لا تزعل وانت تقول كلمه. بالعكس انا ترى شوف انسان يقدر الاجواء، حتى انه يعني اذا واحد ما يبغى يطلع يقول والله مالي خلق، احترم الشيء ذا. ترى في ناس يزعل انك تقول مالي خلق. جميل بالجامعه ما يذكرون الناس. وشو؟ بريك الغداء اللي مع اخوياك والله من امتع البريكات اللي تمر عليك. تدري اني اختلف معك؟ ليه؟ انا دائما البريكات اكون لحالي، وانت تلاحظ الشيء ذا. ما يا اخي، ونعم في كل اللي اعرفهم بالكليه كذا، لكن ما في زي انك تكون لحالك. اروح تكب السياره، اروح انام، تغدى لحالك. اتغدى لحالي والله. صح والله فعلا. مره طالع انا والشباب ولا مر من قدام الا صالح بنفس المكان قاعد ياكل لحالي. يا اخي ياشين الجلسه على طاوله. نعم والله بالله شينه. اذا انت تبيع رز حط. تكفى يا اخي جلسات ارضيه والله. انت في تركيا الاول يعني لا تتوقع بيحط لك جلسات ارضيه. سؤال جميل. يوتيوبر يعني متاح لك بكره تصور معه في اي فكره تبيها. انت تعرف منهم؟ والله ما اعرفهم. رايد مشواح. ليه يا اخي؟ يا ولد كثير يحبونه والله. هذا سقف المحتوى العربي. يا اخي محتوى شخصيته. شخصيته. انا اتابع مقاطع مو بينجح افكاره، نجح شخصيته. او شخصيته. يا ولد يصور بدون اي كت كذا، يصور 24 ساعه. والله فعلا حبيبي حمضيات ثاني. ليه طيب اذا خلصت تطلب واحد ثاني لازم يكون حد عندك اللمت في الاكل. والله ترى زياده ممكن تزيد في الوزن. يقولك باب النجار مخلوع. عاد تدري اني بنزل المقطع هذا قبلك، بسوي الاديت واخلص قبلك. هو اصلا لازم تنزله قبلي، بس انا اتعب يعني. انت الاديت عندك الريال مقلوب، الكتات في نص السالفه يعطيني كت كذا زي ذاك اليوم يوم انا وياه. لا طبعا في سنه نبويه للنبي صلى الله عليه وسلم انه اذا خلص الاكل يلعق رؤوس اصابعه. بنوصيكم فيها. ايش قاعد تسوي انت؟ يلا امشي خلينا نوصل البيت. تكفى اوصلك البيت يا عيال ساعه والله تكفى. اقسم بالله امنيتي توصل لي البيت. والله امنيتك ما بتشد. انا طالبك والله ما اوديك البيت. فالمواقف ذي تبان الصداقه. نعم. ينحك المعدن يطلع نعم. اذا هو ذهب ولا حديد. انا نحاس بعد لا ذهب ولا حديد. بالله ورهم الزحمه. لا ما في شيء. لا خلي يجيبون يمين. شوف يشوفون يمين. ما في شيء. شو اللي رايحين شمال؟ شوف يا اخي انت اكثر واحد يروح نادي ولا يصور. كذاب يا عيال. هو يصور دائما في النادي. يصور. انا ليش؟ انا ابي اتغير، الناس ما تلاحظني في نادي، فالتغيير اذا كان مفاجئ اللي بيقولون وش في ذا تغير. صدق انت لا تعلم الناس خطواتك. الناس ما بتشوف الا النتائج، ما بتشوف فشلك.
ولا بتشوف الشيء اللي عملت عليه. الله الله. اسمع انت يمكن صرفت لي بس الحكمه حلوه والله. والله نعم. اقسم بالله الحكمه حلوه. الله يرفع قدرك ابو عبد الله. شوف ذا ينظم السير وكذا يقولون دايم موجود هنا، اشوفه في التيك توك والله. والله؟ اي والله. والله انا اول مره صوره. على القوه على القوه. يعطيك العافيه. الله يعطيك العافيه مع القصه. شعبنا حلو. كم تدري انا كم اخوان 26 دقيقة. اسالك بالله والله العظيم. والله يا رب ان اللي قاعد نسويه في حياتنا في الدراسة وكذا يجينا عليها اجر. بإذن الله. والله يا ولد قاعد نكابد في العلم اقسم بالله. يا اخي من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله به طريقا الى الجنة. الله اكبر الله. والى هنا وصلنا نهاية المقطع، اتمنى انكم استمتعتوا بالمشاهدة. كان فلوق جامعي في جامعة الملك سعود، الاثنين طلبة نوريكم حياتنا وين نروح وين نجي. اذا يعجبكم المحتوى هذا انا باقي سنة واتخرج، علموني عشان اشد. انا نلحق ما نطول عليكم. سناب الوليد سنابي، قناة وليد ديسكريبشن. لا تنسون اللايك والسبسكرايب والشير. السلام عليكم. طفلة كسر